السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا زملكاويه؟ يا رب تكونوا بخير. لا صوت يعلو فوق صوت حسام حسن ومشاكله. بعض الناس بتطالب بإقالة حسام حسن ومنهم الأهلاوية والزملكاوية طبعا، لكن الموضوع يا جماعة واخد أبعاد تانية أكتر من كده. انت ازاي كمدرب منتخب مصر هتقابل اللعيبة بتاعة المنتخب بعد كده؟ هتديهم تعليمات ازاي؟ الفرق المنافسة او المنتخبات المنافسة العالم كله بيتكلم على مشكلة حسام حسن وزيجاته. دي حاجات شخصية طبعا احنا ملناش دخل بيها، احنا اللي يهمنا بس موضوع الكرة. مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو رضا الذي ينتمي للأهلي زي ما احنا عارفين، هل انت هتسكت في الحالة دي؟ هل انت مالكش أي دور؟ أنا شايف ان موضوع إقالة حسام حسن أصبح مطلب جماهيري، مطلب جماهيري من كل فئات الشعب. فعلا الشعب مش عاوز حسام حسن يبقى مدير فني لمنتخب مصر لأن مشاكله كتير. ثم ازاي مدرب المنتخب بقيمة منتخب مصر هيبقى عنده المشاكل دي اللي اتعرفت على مستوى مصر ومستوى الدول العربية؟ حتى المنتخبات لما تيجي هتقابله، يعني الشكل مش هيبقى لطيف. انا شايف ان طبعا القرار طبعا هو المجلس ادارة اتحاد الكرة، وشايف ان يجب اقالة حسام حسن زي الناس ما بتقول. ناس كتير جدا جدا على مستوى مصر، اعلام ملهاش في الكرة اصلا، يعني في ناس ملهاش في الكرة بتقول لك لا لازم كمان ما يكملش مع المنتخب بعد الاحداث اللي حصلت دي. طبعا احداث دي احنا ما شفناهاش قبل كده من اي مدرب منتخب او اي مدرب عادي. لكن انا شايف ان موضوع حسام حسن خد اكبر من حقه، وحسام اصلا مش مركز مع المنتخب ومشاكله كتير وبيخرج كتير. هتقولي انت مالك ما يخرج ويتفسح، بس ده مش ملك نفسه يا جماعة، ده ملك الدولة المصرية. فلازم اي حد يكون في الدولة المصرية ماسك اي منصب لازم يحافظ على المنصب اللي هو فيه. انت مش لاعب كرة صغير علشان يحصل الحاجات دي والمهاترات دي وكيد النساء والحاجات اللي احنا ملناش دعوة بيها. يعني مثلا يا حسام، انت لما حد كان بيتكلم عليك في الإعلام أثناء كأس العالم كنت بتخلي محامي الأهلي، فاهمين يا جماعة؟ محامي الأهلي مش المحامي بتاعك الخاص، محامي النادي الأهلي يطلع ويدافع عنك، ولدرجة انه اوقف زميلك رضا عبد العال. يعني انت ما تقطش على رضا عبد العال ان ينتقدك فقط في مباراة او في تشكيل. طيب الوقت الشعب المصري كله يا حسام يا حسن بينتقدك، الاهلاوية اصدقائك واصحابك واحبابك قبل الزملكاوية، يعني كل الاهلاويه بتطالب باقالتك. ليه؟ لان الوضع ما بقاش محتمل والوضع مش حلو. واي حد يا جماعه لو بص لمصلحه البلد هيقول لازم اقاله حسام حسن، لان موضوع حسام حسن مش لطيف، ما ينفعش. احنا بلد فيها 120 مليون، ما جاتش بقى على حسام حسن اللي متخانق مع زوجاته او هما متخانقين مع بعض وصوره ماليه السوشيال ميديا واخباره كلها. ايه ده احنا كنا نعرف ان المدير الفني للمنتخب اي منتخب اي نادي حتى مفيش الكلام ده خالص، ما بيحصلش. كابتن معتمد جمال ما شاء الله عليه، يعني عاقل جدا ومتزن ومفيش الكلام ده، وما بيطلعش سهرات رغم انه يقدر يطلع سهرة ويروح هنا ويروح هنا، لكن ما نعرفش عنه اي حاجة. وكل المدربين اللي لدرجة يا جماعة ان في ناس رشحت ايمن الرمادي ان يمسك منتخب مصر. يعني الناس خلاص في دماغها ان شالت حسام وبتدور على مدرب، لكن لو في مدرب بقى يمسك منتخب مصر في مدربين كتير تصلح للمنتخب وهم ذو قيمة وقامة. يعني مثلا اولهم مش علشان انا زملكاوي، لكن اولهم معتمد جمال اللي فاز بالدوري وتفوق على مدربين الاهلي ومدربين بيراميدز اللي بياخدوا بال6 مليون دولار. فكون انه يتفوق وهو يعني البلد كمان ما بتساعدوش قوي. تخيلوا بقى ان معتمد جمال يبقى مدرب المنتخب والبلد بتساعده، ايه اللي هيحصل؟ لكن معتمد طبعا مع الزمالك برضو بيدرب نادي كبير،
وفي ناس مرشحة أيمن الرمادي، وفي ناس قالت أسماء تانية كتير، لكن أنا شايف إن الأسماء التانية لا تليق بتدريب منتخب مصر. شايف إن فيهم كتير أوي ما ينفعوش لتدريب منتخب مصر. ثم موضوع برضو سعفان الصغير اللي هو برضو المدرب اللي مع حسام، يعني ايه المشاكل دي يا جماعة؟ هو المدرب يعني الجهاز ده مشاكله كتير ليه؟ برضو كان بادئ بمشاكل مع معاداة جماهير نادي الزمالك، وعادة مصطفى محمد ابن نادي الزمالك. يعني حسام حسن لما يعاد الكابتن الكبير مصطفى محمد بسبب انه راح يحتفل مع لعيبة الزمالك اصدقائه بالدوري، اللي زعله في مدرب يبقى كده يا جماعة؟ فحسام حسن تخطى الخطوط الحمراء، والموضوع بتاعه الفضائح اللي حصلت تخطت حدود الوطن. يعني في المغرب حدث ولا حرج، في كل دول العالم القريبين مننا عمالين يتكلموا في الحاجات دي ويشيروا الصور والفيديوهات والحاجات اللي حصلت، ويكون هو مضروب او مربوطة دماغه. ايه ده؟ طب فين بقى نو فير ومش فير؟ فين بقى علامة الاعتراض؟ فين الحاجات دي؟ فين الشخصية القوية اللي انت منعت بيها رضا عبد العال؟ فين القوة الخارقة بتاعتك اللي انت عملت عقلك بعقل ابن مصر كابتن مصطفى محمد، ووقفت قصاده وقلت يا انا يا هو في المنتخب، ومنعته من تمثيل بلده؟ فين بقى قوتك لما تحديت الزملكاويه وخدت 14 واحد من الاهلي، 9 من النادي نفسه و4 من بره الاهلي بس هم اهلاويه، وخدتهم كلهم رغم ان مستواهم كلهم ما يليقش بالدوري بكاس العالم؟ فين بقى؟ فين الشخصيه القويه يا حسام يا حسن؟ انا شايف ان الشعب عنده حق. يعني الناس كلها بتقول يجب اقالة حسام حسن من منصبه، انا بأيد القرار ده، لان يا جماعة كمان حسام حسن مش فاضي للمنتخب، مش فاضي، مش مركز. حسام حسن عنده حاجات شخصية تانية مهمة بالنسبة له، ودي حياته الخاصة ما نقدرش نتدخل فيها. حياته الخاصة، ظهوره الكتير في الإعلام. هتقول لي ما هو بياخد فلوس وانت لو مكانه هتعمل كده، بس أنا ازاي أبقى مدرب المنتخب وأطلع في إعلانات توك شو وحاجات من دي؟ لكن لما أطلع في برنامج بيتكلم عن الكرة أطلع في قناة مثلا زي قناة الزمالك، قناة مودرن سبورت، اي قناة تانية لأي نادي تاني، عادي لما اطلع انا مدرب المنتخب، واطلع كمان في البرامج بتاعت منتخب بلدي، اللي هي مثلا القناة الأولى، القناة المصرية الأولى، القناة المصرية التانية. ليه ما بتطلعش في دول؟ ولا دول علشان ما بيدفعوش كتير؟ الله أعلم. لكن مثلا أنا أطلع ليه مثلا مع المذيعة كذا والمذيعة التانية كذا، وأطلع بزوجتي وأعمل ما يلقش. يعني إحنا يا حسام يا حسن يعني خايفين عليك من الفتنة، خايفين عليك من الكلام الكتير. وآدي النتيجة اللي أنت وصلت لها دلوقتي، إن زوجاتك اختلفوا مع بعض، وفي صورة متصورة فيديو وصوت وصورة، وفي ناس تحب وناس تكره، وناس بتنشر وناس بتطلع حاجات هنا، وناس بتدعي عليك بحاجات هنا. فأنا شايف إن الدور اللي حسام حسن مفروض يبقى قايم بيه، الدور ده مات، الدور ده انتهى. دوره كقدوة للعيبة المنتخب، اللي هو بيحاول يطور من أداء محمد صلاح، اللي دولة تركيا كلها وقفت على قدم عشان محمد صلاح ابن مصر رايح يحترف هناك. فانت يعني ازاي انت هتدرب اللعيبة بعد كده؟ ازاي هتعمل معسكر للعيبة؟ ازاي مثلا هيطلع واحد ينتقدك هترفع عليه قضية وتقول لا انا محدش ينتقدني، لا مصلحة البلد وحب البلد؟ طب انت ما خفتش على مصلحة البلد؟ لان انت المفروض انك رمز من رموز البلد. انت لما تدرب منتخب مصر تبقى حافظ على خطواتك، قبل ما تخطو خطوة تبقى عامل حساب اسم مصر. هل انت حافظت على اسم مصر؟ ثم يأتي دور مين بقى؟ دور هاني أبو ريدة. هاني أبو ريدة يا جماعة اللي هو المعروف بأهلويته وحبه الشديد للأهلي وانتمائه الكبير للأهلي، وده مش عيب، لكن العيب ان القرارات تبقى لصالح الأهلي مش لصالح البلد. فانت كأهلاوي وانت عارف ان حسام حسن بياخد لعيبة الأهلي في المنتخب، هل انت هتجرؤ وتقيله من المنتخب وتقول له قدم استقالتك، او هنمشيه من المنتخب؟ بلاش تقول له قدم استقالتك، نمشيه من المنتخب. هل انت قادر على القرار ده لمصلحة الكرة المصرية؟
احنا ما نعرفش انت تقدر ولا ما تقدرش، انت الايام اللي هتثبت. لكن اللي انا شايفه ان يجب اقالة حسام حسن، وتطلع من مين؟ وتطلع من اتحاد الكرة المصري برئاسة الاهلاوي هاني ابو ريدة، عشان تبين ان في عدل، وتبين ان انت قلبك على البلد وخايف على البلد. لان ما يصحش يا هاني ابو ريدة ان انت تبقى ساكت كده. يعني ما ينفعش ان انت تبقى رئيس اتحاد الكرة وساكت، والمدير الفني لمنتخب بلدك في مستشفى ومتشال في عربية اسعاف ورايح علشان خاطر بيقال ان ولاده تعدوا عليه بالضرب. طيب احنا هنفكر في المنتخب ومحمد صلاح ومصطفى محمد واحمد فتوح، ولا هنفكر في مشاكل حسام حسن الشخصية؟ حسام حسن اللي اوقف رضا عبد العال. يعني انا بدعم رضا عبد العال بصراحه، لان الراجل بيصرف على بيته من البرامج اللي بيطلع فيها. هو دلوقتي ممكن يكون محتاج، يكاد يكون محتاج. فانت يا حسام اذيته في اكل عيشه، واذيت مصطفى محمد انه يمثل بلده، لان مصطفى محمد مش اقل وطنيه من اي لاعب من الاهلي، بل بالعكس ده هو كان هيفيد المنتخب. يعني هو على الاقل كان هيحط له 4-5 اجوان في كاس العالم، مش هيحط في نفسه جونين مثلا، ولا يحط جون ولا جونين ويروح يتنطط على النادي بتاعه زي اللعيبه اللي لعبت. لكن انت اخترت، يعني انت يا حسام من اعمالكم سلطت عليكم. انت جيت على مصطفى محمد وجيت على رضا عبد العال، وخاصه طبعا يعني بتك قوي على الكابتن مصطفى محمد، لانه كان يتمنى ان يشرف بلده، وكان يتمنى ان يحترف زي محمد صلاح، لانه لا يقل موهبة عن محمد صلاح، وكان يحترف زيه في نادي تاني. انت ما ساعدتوش، انت وقفت ضده، وقفت ضد اكل عيشه، حاربته في اكل عيشه. فانا كنت اتمنى ان تبقى عارف ان الله حق يا حسام يا حسن، وان الدنيا مش دايما لحد. النهارده انت في مركز قوة، راهنت على لعيبه الاهلي اللي هم ما بيعرفوش، اللي فيهم كتير ما بيعرفوش يلعبوا، وخدتهم وسبت لعيبه الزمالك اللي هي تستحق، وربنا سترها معاك. لكن ربنا مش هيسترها على طول، بدليل اللي حصل لك الايام دي. انا مش شمتان، واعوذ بالله ان انا اشمت. انا ازعل ان ده يحصل لك يا حسام، وازعل كمان على زوجاتك، وازعل لا قدر الله لو انت انفصلت عن حد منهم. يا عم ربنا يهنيك بيهم، وربنا يحفظهم ليك ويحفظك ليهم. لكن يا حسام انا شايف ان الانجاز اللي انت عملته مع المنتخب ده كويس قوي، ويعني لما تيجي منك افضل. لما تيجي منك انت شايف الناس كلها بتقول ان هم مش عاوزينك في تدريب المنتخب، ودي حاجة طبعا ترجع لك، لكن مصلحة البلد فوق اي اعتبار. ونتمنى ان هاني ابو ريدة المعروف باهلاويته يبعد انتمائه للاهلي وعلاقته بمحمود الخطيب وصداقته بيه لمصلحة بلدنا. مصلحة بلدنا فوق اي اعتبار يا هاني يا ابو ريدة، وربنا يولي من الاصلح لتدريب المنتخب المصري. ويا جماعة اي حد شايف الفيديو انت رأيك ايه؟ هل حسام حسن يستمر في تدريب المنتخب ولا يقال من تدريب المنتخب؟ استنى اجاباتكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، وشكرا لكم.